قول لي جبت السلاح ده منين يا احمد؟ السلاح ده انا في الاوضه دي فيها سلاح، بس ان احنا نخش عندها ولا اي حاجه ما نعرفش نخش عندها. ليه بقى؟ ده تبع ابو حمزه. مين ابو حمزه ده؟ ما هو واحد اسمه محمد اسمه ابو حمزه، ما نعرفوش، ما هم بيتكلموا بالغاز بالاسامي. مين بقى اللي بيكلموا؟ هم يعني اساميهم حتى مع بعض. مين هم؟ مين دول؟ هو واحد اسمه ابراهيم برضه. انت رميت القنبله ازاي يا عم؟ انا غصب عني. ازاي يعني غصب عنك؟ جبتها منين الاول؟ جبتها من مين الاول؟ هو ابو حمزه كان بيهاش. ابو حمزه ده شغال ايه؟ بيعمل ايه؟ اسمه ايه بالكامل؟ وهيب محمد نصر. ايه؟ غزلان. طب انتوا قتلتوا الضباط؟ والله ما قتلت الضباط، انا كنت في مصطفى محمود يا باشا، انا اصلا ما كنتش في هنا خالص. وانت اللي جابك هنا؟ ما كنتش في كرداس يا باشا. هذه المجموعة طبعا دي من المجموعة الأساسية اللي ضبطت النهاردة، دي من المتهمين الأساسيين في التخطيط وارتكاب التعدي وقتل السادة الضباط. طبعا هم هربوا اعتقادا منهم ان مش هنقدر نتوصل لهم، واتخذوا من هذه المزارع الشاسعة اللي سيادتك شايفها مأوى للاختباء بيها او وصل لها معلومات بالتجاء العيال دي لهذا المزرعة والاختباء بيها. الحمد لله قللنا اجراءاتنا ورفعنا المكان واستهدفناهم النهارده، والحمد لله ربنا وفقنا وظبطنا كميه السلاح اللي انت سيادتك شفتها دي، وهي كلها انواع من الاسلحه الثقيله، واتزود طبعا اكثر من 12 بندقيه آلي و2 RPG و8 طلقات RPG وكميات كبيره من الطلقات. نزلنا كلنا، نزلوا كلهم في المزارع، وكل واحد خد نطاق اللي بتاع لغايه اما عثرنا في الاربعه اللي هم الباقيين دول، اللي هم طبعا يعني الحمد لله رب العالمين. اتصور ان ده يعني مكسب كبير جدا جدا جدا. احنا نزلنا هنا، جينا البلد دي، جينا عند ناحيه اسمها القطه. ربنا اكرمنا، دخلنا على البيت اللي هو فيه الناس المستهدفين دول، ودي الاخطر بقى يعني الحقيقه. مش عايز اقول لك عشان اوصفهم، الحمد لله ان في ادله ماديه موجوده معاهم، كميه سلاح انا متصور طبعا انت حضرتك صورتها. كميه كبيره جدا، واسلحه متنوعه، واسلحه يعني طبعا اسلحه يعني مش عايز اقول انها يعني تحدث دمار يعني في المركبات وفي افراد وفي المنشآت. جبت لنا معلومه من الامن الوطني والامن العام ان الناس قاعده في البيت ده معاها اسلحه ثقيله، وهيحصل فيه تعامل بنسبه 99%. اول ما وصلنا هنا الاربعه دول بداوا يهربوا، كان معاهم 2 كمان هربوا من الناحيه دي، وده كان قاعد هنا معاه بندقيه اللي هي متصوره هناك.